ازيكم عاملين ايه؟ يا ترى العلبة دي فيها ايه؟ فيها حاجة كلنا بنعشقها يا جماعة. يلا نفتح ونشوف. سردين مخلل، حاجة كده خطيرة. شايفين اللحم بتاعه محمر ودايب دوب؟ اهو شايفين؟ عليه بقى شرايح الليمون كده والزيت منقوع فيهم، وقفص عيش بقى. ويلا نديها سردين. هقولك ازاي تشتريه وازاي تخلليه وبأحلى طعم تاكليه. يلا بينا نشوف عملنا ازاي. انا معايا هنا السردين بتاعي. وتيجي تشتري السردين، تشتري السردينة المبططة. تمام، تكون متوسطة في الحجم، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. ومعايا هنا العلبة او البرطمان او اي حاجة هتخللي فيها. هكون جايبة معلقتين كبار شطة ومعلقتين كبار ملح اللي هو بتاعنا العادي خالص الاكياس. هجيب السردين كده همسحه بحتة بمنديل بفوطة بأي حاجة عندي. السردين ما بيتغسلش. خلاص بنشفه بس كده من الدم او في اي بقايا مية او حاجة. خلاص وهرصه في العلبة بتاعتي وهغرقه ملح وشطة. خلاص كله. من ناحية الراس بقى ومن الديل هغطيه كله بالملح والشطة. واحط رق تاني وبالملح والشطة ورق تالت وهكذا لحد ما الكمية بتاعتي كلها تخلص. اهو زي ما واضح قدامكم بالظبط. هقفل بقى عليه. بالظبط يا جماعة 10 ايام او 9 ايام بالكتير. وتاكلي احلى واطعم سردين اهو شايفين. طبعا نزل المية بتاعته كلها. اهو بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. تحفة، ولا في بقى ريحة ولا اي حاجة. انا بقى بطلعه كده. تمام بنضفه. بشيل الراس بتاعته بالبقايا اللي جوه دي. وبفتحه كده وبشيل السلسلة بتاعته خالص. يعني بشيله خالص من الشوك. اهو انا بس عشان كمان لابسه الجلافز مش قادره اتحكم بالظبط. هو ما شاء الله مهري واستوى وحلو جدا. اهو السلسله بتتشال معايا بالراحه بكل سهوله كده. اهو شلتها وبجيب بقى علبه نظيفه. وبحط فيها السردين اللي انا نضفته. علشان لما اجي اكل منه اطلع من العلبه على طول كده بقى كده. يبقى سهل خالص مش بدل ما بقى بطلع من العلبه وافضل انضف واعمل. لا بيبقى جاهز عندي. وبحطه زي ما انتم شايفين كده اهو شايفين السلسله خرجت معايا بكل سهوله. بس عشان لما ابقى اجي اكله بيبقى جاهز معايا. اهو هوريكم تاني. اشيل السلسله كده بالراحه وافتح من البطن كده. واشيل السلسله بتاعه الشوك. اهو شايفين بتطلع بكل سهوله. عايزه بقى تعملي الكميه كلها، عايزه تعملي حبه بحبه وتحطيهم في التلاجة براحتك. بحط بقى عليهم شرايح ليمون. وبعصر عليهم ليمون برضو. وغرقوا بقى كده في شويه زيت حلوين. وتاكلي احلى واطعم سردين. اهو شايفين لما بيبقى منقوع بقى في الزيت والليمون بيبقى طعمه خطير يا جماعة. واحطه في التلاجة يقعد عندك بالشهر. دي طريقة السردين وجربوها ويا رب تكون عجبتكم. ألف هنا وشفا.